السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا حبايبي نعمل مع بعض السمنة النيوزيلندي. شايفين المكعبات دي كلها عاملاها من كوباية سمنة وكوباية لبن. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف عملناها ازاي ونشوف الطريقة كده. بعد ما خلصتها هبدأ بقى اشيلها في الفريزر لحد ما استعملها. طريقة سهلة جدا وجميلة. تعالوا نشوف الفيديو كامل. نقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السمنة النيوزيلندي بطريقة سهلة، وكل المقادير بتاعتها موجودة عندنا في البيت، وهتدينا كمية حلوة كده يعني بمقادير بسيطة. هنعمل كمية كويسة، يعني هتخش لها في كيلو، يعني مش كيلو أول لكن هتخش لها في كيلو. لكن انت ممكن تتحكمي فيها بقى بالسمنة بتاعتك اللي موجودة عندك هتعملي بيها. وطبعا هي ديت الأساس، السمنة دي اللي هي لو كانت سمنة بقري فهتديكي طعم السمنة الفلاحي، ولو كانت سمنة نيوزيلندي هي ديت اللي بتتحكم في طعم وريحة السمنة اللي انت هتحطيها. معانا كوباية سمنة انا مسيحاها كده، زبدة طبعا، وكوباية لبن، وهناخد كمان كوباية زيت. بس هنشوف هنعمل ايه الاول كده، ونقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونصلي على رسول الله. في البداية كده هناخد كوباية اللبن، بسم الله، ونضربها. هنغطي كده ونضرب الاول كوباية اللبن. زي ما احنا شايفين انا ضربت اللبن كده لحد ما عمل فوم، يعني ضربت ضربتين كده عمل فوم معانا. هنبدأ بقى ننزل بالسمنة، ومش عايزين السمنة تكون سخنة، عايزينها تكون دافية بس عشان اللبن ما يفصلش مع السمنة. هنبدأ بقى نفضي السمنة، بسم الله. وزي ما قلنا مش عايزين السمنة تكون سخنة قوي علشان ما تفصلش معانا. وهنضرب بقى زي ما احنا شايفين، ضربنا كده ضربتين من الزيت مع السمنة. هنبدأ بقى ناخد معلقة عصير ليمون، هناخد كده عصير الليمون، بس لازم تكوني مصفيه كويس، مش عايزين التفل معاه. وهناخد كمان معلقتين خل، هنضيف كمان معلقتين الخل، وكمان ربع معلقة ملح. مش عايزين نكتر الملح قوي علشان ممكن نستخدمه في الحلويات، فانا حطيت كده ربع معلقة علشان تحفظها. ونضرب تاني. هنبدأ بقى ننزل بكوباية الزيت، زي ما احنا شايفين القوام بدأ يتقل، بس مش للدرجة اللي احنا عايزينها. اللي هيتقله بقى الزيت. هنبدأ بقى ننزل كل السمنة واللبن اللي في الجنب دوت، هنبدأ بقى ننزلهم بالشكل دوت علشان تبقى كلها كده ناعمة. هنبدأ بقى ننزل بيه كوباية الزيت واحدة واحدة كده والخلاط شغال. انا هاخد كده شوية من الزيت واضيفهم، وبعد كده اضرب، وبعد كده نفتح بقى الخلاط ونضرب هو شغال مع بعض. هنضيف بقى كمان شوية زيت ونضرب ضرب كده متقطع زي ما احنا شايفين. نضرب ونقفل ونضيف باقي الزيت. نفس الحكاية، نضرب ونقفل.
شايفين بقى القوام ما شاء الله جميلة خالص اهي. هنبدأ بقى نفضيها في القوالب بتاعتنا ونحطها في الفريزر. اي قوالب بقى عندك هتفضي فيها، بس المهم تحطي كيس كده عشان تعرفي تخرجيها اهي. هنبقى نفضيها هنا، نبدأ بقى ننزل بيها كده في القالب بتاعنا. طب اما تعملي السمنة دي بتاعتك او الزبدة، هتبدأي تاخدي منها، حابة تعملي تاني هتاخدي منها نفس الكوباية اللي احنا اخدناها دي، وتبدأي تعملي نفس الخطوات دي. نبدأ بقى كده نساوي المكعب. هنبدأ بقى ندخلها الفريزر زي ما احنا شايفين، سوينا كده كل الجوانب. هندخلها بقى الفريزر لحد ما تتماسك ونشوف هيبقى شكلها ايه ان شاء الله. ودي شكل الزبدة بعد ما اتجمدت كده. هنبقى نفركها. هنبدأ بقى نشيل الكيس دوت. اهي شايفين الشكل جميلة جدا ومتماسكة اهي. تعالوا بقى نقطعها. الشكل دوت ناعمة جدا جميلة، والريحة ما شاء الله. تبدأي بقى تقطعيها وتشيليها في مكعب، في علبة بقى، وتشيليها في التلاجة في الفريزر. طبعا ما نشيلهاش في التلاجة لانها طبعا فيها لبن، وطبعا ممكن تصيبها يعني العفونة. اهي جميلة جدا وده شكلها. شايفين الشكل؟ يا ريت تجربوها وهتوفر عليك كتير. وده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.